انت عارف لولا ان الراجل بتاع الشرطه الكيني ده غلط الغلطه دي وناصر ماهر جاب الجون التاني، كان الزمالك موقفه هيتأزم، لان النتيجه كانت هتبقى 1-1 او وساعتها الماتش هيتصعب على الزمالك. يا جماعه الزمالك بيقدم عبث كروي، الزمالك لو فضل مستمر على الاداء ده تقلق على نادي الزمالك في الدوري، بعيدا بقى عن ماتش السوبر واللي ممكن يحصل في ماتش السوبر، وان ده ماتش ممكن اصلا الاهلي ما يكونش في يومه وساعتها الزمالك يكسب. بس الزمالك ككواليتي لعيبه مش كويس، صفقات الزمالك لو ما فرقتش معاه اعتقد الزمالك هيعاني طول موسم الدوري قصاد فريق متواضع قوي، مش عارف اخلص الماتش من البدايه ورايح نفسي عشان عندي ماتش سوبر. ففي تساؤلات كتير، يا اما بقى على الجهاز الفني يا اما على كواليتي لعيبه الزمالك نفسه. ولما تيجي تبص على كواليتي لعيبه نادي الزمالك نفسه هتلاقي ان ناصر ماهر ده لعيب عالي جدا، وزيزو لعيب عالي جدا، والمستوسي بيقدم مستوى كويس، وبقيه اللعيبه عاديه ازاي يعني؟ ما مش فارقه عن غيرها بكتير، مش لعيب يعني افضل من غيره بكتير. الزمالك بيقدم مستوى سيء قصاد الشرطه الكيني. يمكن انا وانا بكلمك دلوقتي سايب النتيجه 2-1 في الدقيقه 87.